يا اهلا بالحلوين ويا صباح الفل والياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. فيديو النهارده بقى هنحضر مع بعض الغدا. الغدا عندنا النهارده هنعمل صينيه بطاطس بنص فرخه. هنعملها بنص فرخه، ايوه هنعملها بنص فرخه عادي جدا، مفيش مشكله. قطعت بقى شوية كده من البطاطس حلقات، وكمان قطعت البصل كده نص حلقات كده بالشكل ده، وببتدي ان انا افصصهم كده من بعض عشان يكونوا جاهزين على التتبيلة على طول. بركنهم بقى على جنب، وتعالوا بقى للخلطة والتتبيلة بتاعة الفراخ. قطعت كده فلفلتين، وكمان اخدت قطعة كده من الفلفل الحراق، بحطهم بقى في الكبة وبقطع عليهم بصل وطماطم، وكمان شوية كده من اسمه ايه، التوم، كام فص كده من التوم، وحطيتهم بقى في الكبة وضربتهم لحد ما اتفرموا وبقوا جاهزين معايا كده. خلاص الخلطة بتاعتنا بتكون جاهزة. طبعا بقى هنحط لها شوية التوابل. هنبتدي بقى نعصر عليها شوية كده من الليمون، وكمان شوية من الخل، وشوية من الزيت، وبحط بقى التوابل ملح وفلفل والسبع بهارات والبابريكا. نديهم بقى تقليبة، وكده الخلطة بتاعتنا بتكون جاهزة. تتبيلة طعمها حلو جدا. نركنها بقى على جنب، وتعالوا للبطاطس والبصل اللي احنا قطعناهم. هنحط لهم رشة كده من الزيت، ونفس التوابل بقى، بابريكا وفلفل اسود وسبع بهارات وكمان الملح، وهنقلبهم بقى كويس جدا علشان تكون البطاطس والبصل متبلين وطعمهم كويس. هجيب القالب بقى اللي هدخله الفرن، وهحط فيه البطاطس اللي احنا قطعناها وتبلناها، وببتدي ان انا ارصها فيه بالشكل ده. نفس الحلة ببتدي بقى اجيب نص الفرخة بتاعتي، وبحط ليها بقى التتبيلة اللي احنا جهزناها مع بعض. لو عندك بقى وقت ممكن من بالليل مثلا تعملي التتبيله وتعينيها في التلاجة، او لو يعني ما عندكيش وقت قوي ممكن ساعه او اتنين وتركنيها كده في التلاجة. هيبقى طعمها لذيذ جدا. بس هنحطها بقى على البطاطس وهنرصها كده يعني، وفي في القالب، وهنحط ليها نص كوبايه من الميه علشان يكون فيها صوص. بس كده اكون مشغله الفرن بتاعي ومسخنه الفرن بتاعي قبل ما ادخل القالب، وبدخلها على الفرن على طول. ده شكلها بقى بعد ما خرجت من الفرن. تعالوا بقى نجهز اجمل طبق هيكون محطوط على سفرة الغدا. حطيت كده الرز بشكل كده يفتح النفس، وكمان حطيت قطعة من الفراخ وشوية من البطاطس والبصل اللي واخدين بقى، عارفين يعني، من صوص الفراخ والتتبيلة الخطيرة اللي احنا عملناها، فكان طعمهم لذيذ جدا. بصوا بقى ده شكلها في النهاية حلو جدا. لو لسه بقى ما اشتركتوش في قناتي، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. متنسوش تعملوا لايك للفيديو الحلو ده. استنوني فيديو جديد على خير، مع السلامه.